حسن الله يساعدك. اهلا عيني. اريد تحكي لي قصه التاكسي مالتك. والله انا هاي التاكسي اشتريت على اساس اشتغل بيها، ما اقدر تعبان، بس جيت ارجع اشتري اغراض من البيوت ابيعها انا فرفوري ما فرفوري، هاي القضايا المنزليه. هناك حوالي تقريبا سنه صار لي هنا التقي على رصيف بالميدان، والشارع هذا مسدود يعني، لو مو مسدود بين من والسياره. كنت لقيت مسدود قمت ابسط على الرصيف حسبة متر، ما عندي متر اشتغل به. وراها ابغى السياره جاني ولد قال لي السياره مالتك نظيفه تبيعها؟ قلت له ابيعها. انا مشتريها ب 20 هو اعطاني 22. قلت له صار له سنتين عندي خليه ابيعها. فلما جيت للمرور قلت الغرامات طلعت عليها غرامات اكثر من السياره، هي السياره ب2,000,000 طلعت غرامات عليها 2,500,000. فبعد لا اقدر ابيعها ولا، وما عندي وصل، لا مستلم وصل، بس مره وصل واحد ب50,000 ووراها ولا استلمت اي وصل. ما اعرف من هذا اللي مغرمنا، والغرامات متدرجه جايات عندي المعامله يوم ورا يوم يوم ورا يوم، يعني مسلسله سلسله يعني. هاي اشوفكم المعامله يا شباب. يعني شان المرور ما يعطيك وصل من يغرمهم؟ لا ماكو وصل ولا مره، 2,500,000 بس وصل واحد. ما اعرف شنو هاي بالبلدان الاخرى اكو شيء، ما اكو شيء بالبلدان. انا اعرف البلد يعني يعطوه وصل يروح يدفعه، ولا وصل لو اعطيني وصل ادفعه، يخلي الوصل ويلقطوها، ما اعرف يلقطوها، ما اعرف يبوقوها، ما اعرف ما يبوقون، ما اعرف والله، هي تاهت بعد بدنا نعرف. فيصير هالشكل يعني المفروض يعني تعطي وصيله بالسياره راح يدفعها، راكمت عليه 2,500,000 الله يقبل محمد. حتى على الشرقيه ترى حتى ونسوي لي على علي الخالدي قال لي انا احكي لك في سعد البزاز على الشرقيه الثقبيه كل شيء مسوي لي. ليش الشكل ما اعرف.